طيب نحن نواصل في التوثيق مع بروفيسور محمد حسين سليمان ابو صالح عن السودان عشان الناس يعرفوا قيمتهم ويعرفوا اصلهم ويعرفوا انهم هم فعلا شعب الله المختار ما افتراء، وانه الجينات حقتهم دي وانه ارضهم دي ليه الناس بيقاتلون فيها بالطريقه دي. وقفنا في كسله قلت سيدنا سليمان طيب هنا من البجراويه اللي هي دي المنطقه اللي هي بدايه منطقه قريب من شندي طبعا. نعم. وجنبها من مسجد لنبي الله ادريس. نعم. وبعد ذاك يتقدموا للمنطقه بتاعت اول جامعه في التاريخ، جامعه الفلك والرياضيات. انت بديت قلت اورشليم القديمه داوود عليه السلام دي حاجة عليها وسليمان دي حاجات ولده، دي حجيه ثانيه. نرجع لاول جامعه في التاريخ. يبقى هنا النقعه والمصورات. الهنا دي وقال حتى راعي الدان في السودان بيعرف النجوم، بيعرف الفلك، وعلم الفلك نفسه سوداني ما عربي. بالله. دي اعلنتها وكاله الفضاء الامريكيه بالمناسبه لاحقا. الكلام ده بالله. كان اي نعم. وعلامات وبالنجم عشان هم كده يهتدون. احنا حسي احنا ديل حتى الان عشان ما نروح بيسافر بالليل. معظم والليل لو بكره يقول لك بيسموه ساري. انا كنت في ديار الشقيقه قبل فتره نعم. عندهم هاي مسترقه. صلوا العشاء ومرقوا بالليل عشان ما يروحوا الفجر جو خاشين ببهايمون لو مشوا بالنهار بيروحوا. فده السوداني عندهم. بعد ذاك هو كان راقد لانه ظهره ما كويس. ظهره عامل قلت عمليه عنده عمليه عمليه فيكسيشن. فقام يستعد الادب لما يقول. صلح جلسته. قال ثم تقدمنا نحو المدينه الاعظم. المدينه الاعظم دي قلت ليه مكه معناتها؟ قال لي لا. طبعا لانه جامعه المقدس مكه وقتها لم يبعث المصطفى عليه الصلاه والسلام عشان نقول المدينه عظيمه. مكه ايوه ما كانت عظيمه كان وقتها ما في مكه بس. قال لي الخرطوم. قلت له ما بالغت. المدينه الاعظم قلت له مكه. قال لي مكه مدينه عظيمه، لكن قلت له ايش معنى خرطوم؟ قال لي لانه هذه المدينه تشرفت بما لم يتشرف به او اي مدينه اخرى. قلت له شنو؟ قال لي استقبلت اول اثر حضاري بشري في التاريخ. اول اثر حضاري بشري. قلت له في اثر حضاري بقري. ما الحضاره مع البشر. قال انت ما تصبر. انت ما تصبر بتقاطع مالك مع سوداني. انت ما هسه وراك ليه؟ طبعا ما ده كلامه. نعم. عشان ايوه ما ده توثيق للتاريخ. طيب قال اول هبوط من السماء هو جبريل عليه السلام. نعم. نزل الى الارض واخذ طينه من الارض اللي هي من الخرطوم اللي خذ منها سيدنا ادم. سبحان الله. يبقى الحنين بتاع الناس انه انت اصلك في الخرطوم ده يكون ارتباط حنين علماء المسلمين بيقولوا طبعا من مكه، لكن كده خلينا نمشي مع كلامه. كلام صح كان غلط. العالم اليهودي. طيب الهبوط الثاني طبعا قال لي خلق ادم واصبح طينه ما عندها قيمه زمن طويل الى ان نفخ فيه الروح والقصه المعروفه. نعم. ثم بعد ذاك الهبوط الثاني وهو هبوط استثنائي غير مسبوق وربما لا يتكرر ثاني، لانه اربعه كبار ما ممكن يجوا مع بعض. سيدنا جبريل وسيدنا اسرائيل واسرافيل وميكائيل. ديل ما بينزلوا سوا. ما ممكن ينزلوا. نزلوا بقواعد بيت الله الحرام في بكه ومعهم الجوهره اللي هي الحجر الاسعد. ده كلامه هو. اللي سيدنا ابراهيم جبن عليها القواعد، وقال لي بعد ب 40 سنه بني بيت المقدس. طيب الجوهره دي الجوهره دي قلت لكن هي قلت له ما جوهره ما حجر اسود. قال لي اول حاجه هو متر في متر في متر الجوهره دي. واسترقت عبر التاريخ وفي فتره معينه اختفت من مكه كم 40 سنه. اي صح شالوها. لكن قال لي ما تبقى ده. قلت له طيب سوداء. قال لي لانه من صفات مخلوقات الجنه انها لا تتحمل الاشراك بالله. فهي مشيعه جوهر. اول يد من المشركين هبشتها انطفت. ده كلام عند اليهود. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال سودته ذنوب بني ادم. احنا بنقول كلامه كان صح كان غلط. ايوه ما دار يوري في تطابق يعني بشكل او باخر. طيب بعد ده قال الهبوط الثالث هبوط سيدنا ادم عليه السلام والسيده حواء والشيطان. سيدنا ادم نزل في الهند. طيب. والسيده حواء نزلت في جده. طيب. ومعترفين بها كده. وعرفها في عرفه. عرفها في عرفه. ده كلامه. طيب. والشيطان نزل في كينيا. ابليس محل الدجل ده اللي هسه مدور ده فيه. بعدين قال لي ما قعد في الهند، يتحرك طوالي نحو الخرطوم. الخرطوم حقتنا دي. الخرطوم، خارطوم، ملتقى البحرين، مجمع البحرين بلغات مختلفه بتراجم مختلفه هي تعني منطقه البحرين، حيث قام بنى اول بيت في التاريخ. ودي المنطقة اللي أول منطقة تشرف إنه يعبد فيها ربنا سبحانه وتعالى. الله أكبر. وتشرفت منه نبي الله إدريس وولد أولاده. سمعت الكلام ده يا بروف؟ إدريس عليه السلام الأنبياء. سيدنا إدريس حكم العالم من الخرطوم 300 سنة المعروف في كتب التاريخ بهرمز.
بالله. 300 سنه حكمها. من وكان الخرطوم دي؟ يتحدث صاحب الكتاب المكنون يتحدث 300، يتحدث اللغه العربيه. عشان كده الاقرب للعربيه يفترض يكون الشرق السودان وناس مصر، لكن الشماليه رطانه والشرق رطانه والغرب رطانه والجنوب رطانه. ايش معنى اللي في النص ديل؟ لانه دي لغه سيدنا ادريس. حقتهم. انت عارف هسه اذا اهلنا دي كلهم معظمهم ادريس، نحن هسه عندنا نعم. داسكوت والمهد وشنبا اكثر اسم والجزيره ادريس ده من اكثر الاسامي. اسماء ما قبل لو في زول اليهوديه. حسب 10 جدود يندر انه ما تلقاه. يبقى ادريس. نعم. ادريس من نبي العلم يعني. نبي العلم. هو فعلا قالوا اول من خطب الغنم. نبي العلم هو. نعم. ادريس من المدارسه. من المدارس. وانبياء سيدنا ابراهيم اسماء قبل اليهوديه، ما كان ابراهيم يهودي ولكن أيوة. ولكن حنيفا مسلما. دي الاسماء دي عندنا، واسماء اليهود بعد ذلك جاتنا يعقوب حتى وإسحاق موسى ويوسف. ويعقوب اكثر الناس اللي بيسموا الان موسى ليه؟ ويعقوب. لانه عندهم كلام فينا. ايوه. طيب اسمع كلامي ده. انا حديك ولد عمي اسمه